ده ياسين ابني، والمعلومه اللي هديها له هتبقى ليك بالظبط زيك زيه. بص يا عم ياسين، وانت بتلعب على الجهاز ده انت عايز تستهدف ايه؟ عضلات الظهر عندك عشان مجنصك يبقى جامد ويزيد وحجمه يبقى كويس. لو انت رجعت جسمك ورا كده وبدات انك تلعب بالشكل ده على صدرك، يبقى انت ايه؟ فصلت المجنص وبدات تشغل لوح الكتف الخلفي والترابيزيوس. الظهر شغال معاك بس كعامل مساعد، لان الحركه بتمر من خلاله كده كده. طب انا عايز اشتغل صح، اعمل ايه؟ لازم اخد بالي ان زاويه ميل الجسم على الجهاز ده تفرق في عمليه التشغيل. خلاص كده؟ يبقى انا اول حاجه اظبط رجلي تحت الجهاز عشان تعمل عمليه ثبات كويسه، اقعد بشكل عمود اهوت، ما بميلش جسمي قوي لورا، تمام كده الشكل اهوت. بعد كده وشي لفوق شويه عشان الوزن ما يخبطش فيه، انزل تمام كده واطلع ايه تاني بشكل عمودي لفوق. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان انا باخد اتجاه الالياف العضليه في المجنص في عمليه فول استرتش كامله او استطاله كامله، وانزل اعمل عليها انقباض عضلي، فبالتالي الاجهاد العضلي اللي انا محتاجه اللي بيحصل بالوزن والتكرار مع عمليه تكنيك حركي مظبوط يحصل من خلاله ايه؟ تمزق للانسجه العضليه، على اساسها ابدا اطور في عضلات ظهري. لكن ان انا افقد او ان انا اشتغل وزن تقيل لاي سبب من الاسباب، بدات العب غلط ورجعت ظهري لورا، سواء بقى الوزن عالي او ما كنتش فاهم الحركه، اللي يحصل ايه؟ ان انا هخلي المسار الحركي او شكل التشغيل ياخد اتجاه تاني، فبالتالي مش هشغل عضله الظهر، سيب يا ياسين كده، وهفقد السيطره بسبب الوزن وافقد التكنيك الحركي، فبالتالي العب شهر 2 3 اسبوع مش هحسب تطور اطلاقا. عشان كده ما تقعدش تفرم في نفسك لا في العدات الكتير ولا في الاوزان الكتير. لو ظبطت التكنيك الحركي او فهمت الجهاز عمليه التشغيل بتاعته بتبقى عامله ازاي، مع انك انت زاويه ميل الجسم تفرق في ايه في ظبط التكنيك او تشغيل الانسجه، هيبقى انت استفدت بشكل كبير قوي. خلاص؟ مبسوط معانا؟